إذن أيها الإخوة والأخوات المشجعين منكم والمشجعات، ريال مدريد يهزم إشبيلية بهدف إيه؟ برائعة من روائع المعلم الكبير أوي، اللوستا الكبير أوي اللي ألف تحية ليه، جامدة واصلة حيرة طايرة دايرة. مين؟ عم لوكا مودريتش. عم لوكا مودريتش يا أيها السادة اللي كنتوا قاعدين مستنيين ريال مدريد يشربها سادة، لكن ده ما حصلش. إن شاء الله الحمد لله بإذن الله. لوكا مودريتش يعني هو سابق يا جماعة، سابق. مش انا اللي هقول كده دلوقتي، سابق كتير جدا الناس اللي حواليه. هو عارف ان انا وانا بستلم لازم اوسع نفسي عشان اشوف. بص، هو ده واخده في دماغه، يعني واخد القرارات دي كلها في دماغه من قبل ما يعرف ان الكوره هتترفع وترجع له ومش عارف ايه ويستلم هو كل ده رسمه في خياله، ان انا واخد القرار. زي الكوره اللي شاطها في منتخب الارجنتين في السيمي فاينال كاس العالم 2018 تقريبا في الارجنتين، من نفس اللقطه تقريبا. فهل وده بقى السؤال المهم جدا جدا جدا، هل لوكا مودريتش بالمستوى ده يستحق ان يكون ده اخر موسم ليه مع ريال مدريد؟ يعني خلينا نفترض كده افتراض عبثي جدا، لو لوكا مودريتش ده هو بيلعب في مركز تاني، بمعنى اسرح معايا بخيالك كده، لو لوكا مودريتش ده مهاجم، لو لوكا مودريتش ده مهاجم وفي السن ده وبالمستوى ده، هل انت هتيجي تقول يبقى ده اخر موسم ليه مع ريال مدريد، في ظل ان انت المفروض محتاج مهاجم مثلا؟ يعني واحد بالفكر ده لا ممكن تكمل بيه عادي لو انت محتاج للمركز ده. ليه انا بقول كده؟ لان انت عندك في نص الملعب عندك سفاحين بمعنى اصح، يعني ما بيرحموش. فانت تيجي تبص كده للوهله الاولى بعد ما توني كروس قال لك لا ده انا هلعب اليورو مع منتخب المانيا، المنتخب اللي السيكي ميكي ده، واخد بالك، وقال لك انا لا انا ممكن اجدد عادي مع ريال مدريد سنه كمان وبتاع. هو توني كروس مش 38 سنه زي لوكا مودريتش. ف تفهمش. بس هو عشان نكون صراحه مع بعضينا، يعني هو مش هيكون اعز عند بيريز من رونالدو يعني، ولا ايه؟ ولا انت فاكرني هتكلم على اللقطه اللي عملها مع نادي الشباب واقول لك دي عادي واطبل لكريستيانو واقول لك ما هم اللي استفزونا غلطه؟ احيه. ما يعني لو انا هطبل في الغلط مش هطبل في الغلط. بس هو مش موضوع دلوقتي، لكن بيريز مش هيكون اعز من رونالدو، خلاص عنده ما فيش خلاص. انا مشيت انت مين هقول لوكا مونتش؟ انت مين انت مين انت جنب رونالدو؟ وانت فاهم هو بيتعامل كده، خلي بالك بيتعامل بالمنطلق ده. طيب ده بالنسبه لعم لوكا مودريتش اللي كان لازم نستفتح بيه كده في الفيديو. طيب بما ان انا هطول بقى وواحد ليه مزاج يتكلم كده مش عارف ايه، لكن تعالى كده ناخد الماتش من الاول. والله بص، هو انديه لونين، الكوره اللي شالها اللي هي كانت ممكن تقلب الماتش خالص دي ونروح في داهيه ونتفضح فضحت اللي مش عارف ايه في اللي مش عارف بيه ونيجي نقول سي ما نعرفش والحاجات دي، لان احنا يعني انا كنا جبنا جول واتلغى ومش عارف ايه بتاع لوكاس فاسكيز اللي هو ما تعرفش ايه اللي جابه هنا. يعني مندي في السوبر الاسباني ما تعرفش ايه اللي جابه قدام اتلتيكو مدريد في الجون الثاني باين ولا الجول الاول. لوكاس فاسكيز ما تعرفش ايه اللي جابه هنا. لا انت مين اللي بقى اللي مغطي وراك؟ مغطي ورايا اللي بيغطي، ما تسالش احنا، انت بنسال اسئله دي كلاوي، انت فاهم. فادريان لونين يعني شال الكره دي، وفي الحظ برضه ساعده شويه، لكن ادريان لونين انا مبسوط ان هو خلاص خد قرار انشيلوتي ان هو ده رقم واحد، خلاص خلصنا من الموضوع ده لحد ما يجي لوكا مودريتش، لحد قصدي ما يجي يا عم لوكا ايه، لحد ما يجي اسمه ايه ده كورتوا الله يحرقه اللي بيدعم الكيان الصهيوني، الله ياخدهم هما الاثنين في يوم واحد، واخد بالك. يرجع بقى ونشوف هنعمل مع امه ايه ان شاء الله نبيله، واخد بالك. طيب بالنسبه لروديجير، روديجير رجع يا جماعه وبقى عندنا مساكين، يعني يا حياتي بقت اجمل بكتير، انا حسيت بقيت تغيير بعدها مساكين يا جماعه.
يعني روديجير ما هو رجع من الإصابة وناتشو لعب وتشاوميني لعب في نص الملعب عادي. يعني انت فاهم اللي هو بس في حاجة بقى. يعني انا قاعد بتفرج مش بلحها، مش مقتنع، انا مش مقتنع. يا سيدي يمكن انا غلطان لكن انا مش مقتنع. مش مقتنع ان ده بص ياه انا بعترض وازاي وجول لوكا مودريتش لازم يتلغي واللي ما اقتنعتش خالص. اللي هو لوكا مودريتش بعد الماتش ده يقول لك ده اخويا ابن امي وابويا جهتي مش عارف ايه والكلام العبيط ده. ده يقول لك انه لاعب كبير بالنسبه لي وانه حبيبي واخويا وشقي وبناكل الحمد لله. كنت هقول افيه كده ما المهم يعني انه ايه ان هو جاي بتوع التاني بقى وياه وعمل تدخل على فينيسيوس ومش عارف ايه. يا جدعان انتوا انت فاهم كويس انت فاهم تتكلم على مين؟ ده لما ما عرفش يوقف محمد صلاح كسر كتفه عادي يعني. ده صباح الفل عنده الحاجات دي. فخلينا بس ايه حلوين كده مع بعض. هو ده يعني لقاء بقى كان على حظ من الجمر ما بين راموس طبعا وما بين ريال مدريد في البرنابيو. لكن يعني ما تجيش تقنعني ان هو كان بيعترض اللي هو ياه ده انا هقطع نفسي ده انا ابن اشبيليه جدا ده مفيش الكلام ده. ابن اشبيليه مين يا عم ده اول ما رجع كانوا الجماهير قاعده تشتم فيه. المهم يعني فالباك اليمين طبعا لوكاس فاسكيز كان يعني ما تعرفش اللاعب بتلعب باك يمين دي بجرالها ايه. يعني لوكاس فاسكيز ده لو بيلعب وينج قدام على الطلاق ما يعمل اللي هو بيعمله ده ما اعرفش و... والناحيه الثانيه يعني يا جدعان يا جدعان الباكات بتاعتنا عبثيه والله شمال ويمين عبث بيقدموا عبث والله. طيب بص يا سيدي. طب مندي طبعا اللي لعب باك شمال ماشي. نص الملعب بقى توني كروس او لوكا مودريتش واحد فيهم اللي هيبقى في الملعب فتمام خلاص زي قلنا 19 مره قبل كده. وتوني كروس يعني ايه في كوره خد فيها انذار والقصه باظت. يعني انت عارف اللي هو ايه كان مش عارف كان في فيلم ايه كده القصه باظت يا جدعان. نسيت الافيه القصه باظت. فيعني ايه توني كروس ممكن يقعد سنه كمان في ريال مدريد عادي يعني ما يجراش حاجه ممكن. ومودريتش برضه ممكن بمستواه ده لكن يعني الفكره ان هو السن. يعني بقول لك خلاص ده انا لما تيجي يا عم تبقى في الجهاز الفني معايا انشيلوتي يعني والاخبار اللي انا نزلتها وكده. المهم يعني ف طبعا فالفيردي التصويبات الناريه الحراريه واللطايف اللي من بره 18 والمدافع على مدار كل سنه وانتم طيبين وكده واخد بالك فيعني والمجهود البدني والحفير والحاجات بقى وسوف العب في مدينه حتى تنفجر قدماي ولا مش عارف ايه ولا الكلام الحلو ده. لكن فالفيردي وصل لمرحله ان هو وابراهيم دياز الاثنين بيلعبوا وينجات قدام. يعني انا مش انا حسيت بده. يعني حسيت ان ابراهيم دياز زي ما انا فعلا خدت بالي ان هو لا انت بتلعب وينج شمال يا معلم. يعني روديجير ايه رودريجو فاهم حاجه ما نعرفش شادو سترايك او هو اللي مكان بلينجهام مش انت اللي مكان. لكن تيجي بقى تطبق ده تلاقي فالفيردي وابراهيم دياز واللي وكان ولا اسمه ايه ده لوكاس فاسكيز موجود. أو طب ما احنا جبنا جول واحد ليه ما احنا بنهاجم كده. انت فاهم ففي حاجه بتطبق بس احنا مش فاهمينها او لسه اللعيبه بتتعود عليها. المهم يعني في ظل غياب بلينجهام طبعا بيحاولوا يتعودوا على حاجه كده احنا لسه بنستشفها بصراحه. طيب رودريجو بقى آه... لا مش عايز اقول كلام يعني ايه ارجع. يعني ايه ارجع ابقى اقول لا ده انا كنت قاسي ومش عارف رودريجو بص. يعني هو متلخبط. يعني هو مش يعني انا مش متخيل رودريجو فينيسيوس امبابي بلينجهام ازاي الاربعه دول مش هيرجعوا يدافعوا يعني في خطه بعد كده لما يبقوا مع بعض ما اعرفش. انا ما اعرفش دي هتتعمل ازاي. فرودريجو انا شايف ان في لخبطه ما اعرفش. فينيسيوس وصل لمرحله ان هو كان بيعمل كوره كده في كوره كده عملها يعني عارف اللي هو ايه بدل ما هو بيلعب ناحيه الشمال بدل ما يخش يقطم بيمينه ويعمل واحده ار 2 ده كان الناحيه التانيه وعاملها بشمال.
كان ناحيه اليمين ودخل عملها بشمال وكانت رايحه خلي بالك بس محدش شالها. وفالفيردي جاب جوده في القائم برضه. لكن انا ما في ايه يا جدعان، ما هي ما حدش، انا حاسس بلخبطه، حاسس ان في لخبطه. وهيزيد بقى الطينه بله ان انت مثلا عندك واحد زي قطر جولير انت مش عارف تلعبه فين. وما تقوليش والنبي اصل ده لسه وكان بيتصاب والكلام اللي قاله انشيلوتي بعد المؤتمر الصحفي اللي انا قريته ده، الكلام ده ما يخش دماغي. اللاعب ده يا اما هيبقى يعني ما اعرفش، انا ما اعرفش هتجيب له مكان منين في الملعب، ما اعرفش. ما هو تقول لي معاه وقته ولسه وبتاع، تمام حلو الكلام ده كله، بس انا ما اعرفش، ما اعرفش هتديله ايه. يعني هو كان بياخد خفافي ماتش قدام كاس في كاس ملك اسبانيا، الفريق اللي ما يعلم به ربنا ده اللي احنا لعبناه، على الله حكايه. والتغييرات بتاعتك النهارده لوكا مودريتش لما نزل بعديها بخمس دقايق ولا حاجه جاب الجول، اللي هو صباح الفل يعني. وانت كنت رجعت تشاوميني يلعب قلب دفاع، ففي شويه عبث. لكن ما يمنعكش بقى العبث ده ولا ينسيك حلقات فيرست كاست اللي موجوده، لينك البلاي ليست هتلاقيه في الوصف في الديسكريبشن. وفي خلي بالك حاجه كمان، في حلقه بس انا ما اوعدكش، يعني حسب صحه البني ادم برضه، لان الواحد شغال طول الليل، فاكيد الحلقات بتنزل بالنهار ليه عشان انا بشتغل طول الليل يعني، فهاشتاج بديهيات يعني. ماشي. في حلقه فيرست كاست جديده بتتحط، بس الحلقه دي هتبقى من الاخر، الحلقه دي هتبقى من الاخر وشغل فاخر، وربنا ياخدهم كلهم ويرتاح منهم كيان ابن الكلب اليوسف. يعني مشكله ان الواحد بيحس انه العالم كله تآمر وخلاص بقى، يعني هو تآمر الموضوع انتهى، اقعدوا بقى كلموا بعض. بس يعني هنشوف بقى الموضوع هيخلص على ايه. وعشان ما اطولش عليك بقى اكتر من كده، تنزل تدعس لايك تشترك في القناه لسه ما اشتركتش. كان معاك مصطفى حسين في برنامج احمر فابيض. وهلا مدريد وكريستيانو غلط، عشان بس ايه نخلص من الحوار ده اهو، فيديو اما كريستيانو غلط. ماشي، يلا سلام عليكم.